موضوع الفقرة دي بالذات مع دكتور إسلام ضيفنا المميز طبعا هو موضوع فلسفي وموضوع غريب وموضوع عمرنا ما نفكر فيه. القضاء والقدر عند المصري القديم، هل كان هو بيفكر فيه؟ هل كان مؤمن بيه؟ المصريين القدماء كانوا عندهم علاقة روحانية عظيمة جدا والدين عندهم كان ليه فلسفة مختلفة، بس فكرة القضاء والقدر دي بصراحة فكرة بالنسبة لي غريبة وعمري ما فكرت فيها. فخلوني أرحب سريعا بضيفي الكريم مشرفنا طبعا زي كل مرة دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الإرشاد السياحي من معهد الأعلى للدراسات النوعية، عضو اتحاد المؤرخين العرب. صباح الفل يا دكتور، أخبارك إيه؟ كل مرة الموضوع بقى كده إيه يعني غريب، مفيش اغرب من القضاء والقدر عند المصريين. عمري ما فكرت بتهيألي ان احنا نقعد نشوف هو المصري القديم كان علاقته بالقضاء والقدر ايه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الذكر الاساسي او سر اختيارنا للموضوع دوت هو توضيحه مهمه جدا متعلقه بان المصري القديم امتلك قدره ايمانيه كبيره جدا على ادراكه للاله الواحد او فكره الوحدانيه، ومن ثم عبر عنها باكثر من موضع. اختيارنا لموضوع القضاء والقدر بالتحديد عشان يحلل المفهوم ده. احنا هنا ما بنقارنش بالاديان السماويه بالمعنى، ولكن المخزون الكبير للافكار او المعتقد الديني اللي كان في مصر القديمه بيوضح مدى ممكن نقول الدستوريه بعد من ذلك في الاديان او الرسائل السماويه اللي وثقت الامر ده بصوره تبقى جبريه الى حد ما او واضحه بكل ما فيها. كان هو البدايه المؤشرات او التمهيد ليه، وده يمكن ظهر لنا في اكتر من موضع. يعني لو بنتكلم على حتى مفهوم القضاء والقدر بيحصل فكره اللي بنقول اختلاف الاراء ما بين الفلاسفه والعلماء على هل الانسان مخير ام مسير، ويمكن دي النقطه الجدليه اللي ما زالوا يعني الامر حيره كبيره جدا. والمصري القديم يمكن وضع اطار للامر ده ويفسره بصور متعدده. لو جينا نظرنا في البدايه هل كلمه القضاء والقدر كانت كوضع لغوي نفترض او كاصطلاحي موجود في مصر القديمه في اللغه المصريه القديمه، لقيناها متعدده في النصوص المختلفه. بالبدايه من الدوله الوسطى كان بيتذكر بلفظ بالتحديد شا او شاي او شايط بالتحديد، وده معناه القدر او المقدر ليا، يعني اللي هيحصل لي مجازا. وابتدى بعدها يتعنون بافكار اخرى او بمسميات اخرى زي باو، وباو ده يعنيها المصير المحتم من المتوفي مجازا. لقينا الفاظ اخرى زي بالتحديد سهر، وسهر دي معناه العوض. لما احنا بنقول العوض اي اللي هو ان القدر يتغير مجازا او يجلب لك شيء يبقى افضل من اللي فات وما شابه. كل دي مواضع متعدده لقيناها اصطلاحيا في النصوص المصريه القديمه من الدوله الوسطى وصولا للدوله الحديثه. طيب لما جينا نحلل اللفظ كلغه عربيه بالتحديد والوضوح الخاص به، ان كلمه القضاء معناها الصنع او التقدير اللي هو خاص بالاله سبحانه وتعالى للاشياء منذ الازل حسب علمه. ده الطرح التفصيلي ليه. طيب ولما جينا بصينا على لفظ القدر بالتحديد اللي هو نابع من نفس المخزون او الصفات اللي هي التقديريه اللي هيتم بيها القضاء ذاته. وده اشبه ان هو هنا متعلق بايه؟ بمواقيت او توقيتات معينه ربنا بيحددها علشان تبقى هي فعاله في احداث الانسان. ده تفسير فكره القضاء والقدر. طيب الحاله اللي انا بذكرها دي والتصورات اللي انا بعنيها بالمشهد ده، هل دي كانت موجوده في مصر القديمه في الرؤيه؟ طيب احنا لما بنيجي نشوف فكره القضاء والقدر بالنسبه لوضعيه الاله عز وجل للانسان مجازا، بنجد ان ايه؟ ان ربنا لما بيريد شيء بيحدثه. صحيح. واضح كده؟ الحاله اللي انا بوصفها دي ان مفيش تدخل انساني بالمره. صحيح. وده اتذكر في اكتر من موضع في الايات القرانيه المختلفه. زي من ضمن الايات بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. ده يمكن الوضع الاساسي لفكره ان ايه؟ ان ربنا لما بيقدر او بيشيء للانسان حاجه تحدث مش بمشيئه الفرد او مش بمشيئه الانسان ذاته. صحيح، بمشيئه ربنا يعني. طيب الحاله دي يصحبها ممكن نذكر متن اخر للايات القرانيه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. التصور اللي احنا وصفناه للمتن القراني الاخر ده، هل النبع بتاع الايات او النص القراني ده كان ليه مواضع في مصر القديمه من استشعار الانسان ذاته للطبيعه دي؟ دي لقيناها في اكتر من بند.
طب ازاي بقى؟ لان دي عبرت عن ايه؟ ان هي متعلقه المتون القرانيه دي بالقضاء والقدر، ان ربنا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني هو مطلع او مسؤول عن كل شيء، كل شيء بفعله وبارادته مش باراده الانسان. طب هو لما عبر عنها في مصر القديمه كان ايه من ضمن المتون اللي احنا عشان نوثق ان هو كان مؤمن بمفهوم القضاء والقدر؟ وده يوديني لنقطه مهمه جدا قبل ما حتى احللها بالربط النصي، ان عندنا المراتب بتاعه القضاء والقدر بالتحديد كانت عددها 4. دي اللي هي اتوثقت من قبل العلماء او الفقهاء مجازا في التحليل، اللي هي متعلقه بالعلم والكتابه والمشيئه والخلق. يعني دي العناصر الاربعه الاساسيه، الحاجات دي اللي ليها علاقه بفكره القضاء والقدر. يعني العلم وفكره الكتابه اشبه ان هم يعني لو هيتحللوا المراتب دي تفصيليا او يبقى دمج 2 مع 2. فلو جبنا العلم والكتابه ده طبقا للايات القرانيه ان الذكر ان ربنا عالم بكل شيء في الوضوح بتاع الشموليه في السماوات والارض بكل ما تعنيها. وفي نفس الوقت الكتابه اللي هي ايه؟ كان مكتوب على اللوح المحفوظ كما ذكر في الايات القرانيه المختلفه، يعني كل حاجه مكتوبه بتوقيتاتها، هتعيش امتى وهتبقى عمرك قد ايه وصحتك هتبقى ازاي وهتموت امتى، كل ده موثق. طيب ده البندين اللي هم بتوع المرتبتين الاوليتين. طب المرتبتين الثانيتين اللي هم بالتحديد اللي قلنا العلم والكتابه، وعندنا المشيئه والخلق الاثنين التانيين. طب المشيئه والخلق ان كل شيء بمشيئه الله زي ما ذكرنا المتن القراني. طيب والخلق بالتحديد اللي هو ايه؟ مسؤول عن اتمام الاحداث كلها من خلقه، حتى الاحداث اللي بتصدر من الانسان بيكون هو على درايه بيها. طيب المواضع دي كتير طبعا من الايات القرانيه فسرتها قولا وتفصيلا وتحليلا بكل ما فيها. طب هو في مصر القديمه ذكرها او عبر عنها زي ما لسه كنا بنتحدث، لقينا اكتر من وضع بقى في اشبه بتراتيل لفكره لرع مجازا او نصوص لرع، نصوص لأتون، نصوص لأمون، وكل الافكار اللي انا بقولها دي او المسميات المختلفه سواء بنقول رع او بتاح او امون او اتون، كل دول اشبه بكان بنعتهم بالالهه الخلاقه باعتبار ان هي مجرد التوصيف لفكره الاله عز وجل. واضح كده؟ يعني مجرد مسميات، بس هو لما جه يتحدث عليهم بالتحديد ذكرهم فرادا، يعني ذكره مفرد. يعني احنا وصلنا حتى في المتن ان هو مؤمن بفكره الوحدانيه، الاله الواحد. يبقى هنا هو امن بالامر ده ووصل للفضيله دي او الدرجه دي. طب لما جينا نشوف هل هو ادرك ماهيه القضاء والقدر في المفهوم السماوي اللي بعث به الرسل والانبياء مجازا، ولا الامر كان ايه؟ لما جينا بصينا في التراتيل المختلفه دي، منهم اللي كانت لراعي بالتحديد بيقول له انك انت الفعال ولا يفعل احد سواك، انت الذي تفعل كل شيء. ده نفس التصور اللي احنا ذكرناه. طيب لما جينا في مواضع اخرى لبعض النصوص لاتون اللي في عهد تل العمارنه او الملك امنحتب الرابع اخناتون، لقينا بيقول له لقد خلقت الارض بمشيئتك بمفردك وكل من عليها، الماشيه كبيرها وصغيرها وكل من على الارض من الايه؟ من الذي يسير على قدمين. لقد خلقتهم واعطيت لهم المستلزمات الخاصه بهم، تمام، واعطيت لهم الحياه الممدوده ووفرت لهم الطعام الخاص بيهم. واستكمل قال لك وفي العالم السفلي خلقت نهر النيل او النيل الذي يسير بمشيئتك ويخلق بمشيئتك ليغذي العامه. ده تصور، ده من ضمن مواضع كتير جدا، بس تعمدنا نذكر الاطار ده على اعتبار ايه؟ ان هم مؤمنين بفكره ايه؟ الكونيه اللي بيحكمها اله واحد مجازا، هو اللي متحكم وهو اللي ليه ايه؟ المواضع اللي احنا ذكرناها بقى بتاعت المراتب الخاصه بالقضاء والقدر، سواء فكره بس العلم. هي الفكره هنا ما تبقاش باينه قضاء وقدر بالمعنى المباشر اللي احنا التحليل بقى اللي جاي احنا هنا جبناها فين؟ في المراتب الاساسيه ليها، في الاربع عناصر الاساسيه. طيب ماذا بعد بقى؟ هم هنا مؤمنين عندهم فكره ايمانيه. اللي يوضح اكتر ايه بقى؟ الجبريه والاختياريه مجازا، اللي احنا بنقول مسير او مخير. طيب العناصر دي ظهرت في مصر القديمه وهو امن بيها وعارف ان هو مجبر عليها مجازا او توافق عليها ولا لا؟ طيب احنا لما بنقول احنا مجازا مسيرين او مجبرين على فعل ما، لان ده بيعتمد ان احنا ايه؟ مؤمنين بالقدره الالهيه. ده بيبقى لا اما في الصحه، لا اما في الموت، لا اما في العمل، لا اما في اي حاله
من العناصر الحياتيه الخاصه بينا. طيب جميل كده. طيب لما جينا بصينا على المواضع التحليليه اللي هو نعت بها الافكار دي، كان من ضمنها ممكن يبقى عندنا زي ما بيحصل معانا ان ربنا يرزقه مثلا ببنت مش بولد، فبيقول ماشي. قضاء ربنا كده، او ربنا هو اللي مقدر لي ان انا يبقى عندي مثلا طفله مش طفل. هل عن في حاجات طبعا انها مكتوبه انه في انه نص راضي انه مثلا عنده ولد او بنت او كده؟ الولاده بتاعه الملكه حتشبسوت من جسد الانسان اللي والدها الملك تحتمس الاول، اللي طيب. ذكر ان هو راضي بقضاء الاله في انجاب أوكي. ابنه تكون شريكه له في الحكم. يعني هم كانوا بيأملوا يبقى عندهم صبي ولد عشان هو اللي يتولى الحكم من بعديه. فهنا دي كانت اول مؤشر على فكره ايه البند اللي بنقوله ايه الرضا بالقضاء في جزئيه متعلقه بالحاله دي. لان برضو من او انه ضمن راضي بعطايا الرب بالنسبه له يعني طبعا. في وقتها، او الاله بالنسبه له يعني. طبعا لان الفكره دي كانت جانب اساسي. طيب لما جينا استكملنا لمواضع اخرى من اشهرهم مثلا قصه اسمها الملاح الناجي، وساعات بنقول الملاح الغريق. طيب دي كانت بتتكلم على شخص بالتحديد كان بصحبة عدد من البحارة او الملاحين، وكانوا على متن سفينة، والسفينة دي اصابتها عاصفة من الرياح شديدة جدا، يعني خلت الامواج تغرق السفينة بمن عليها سواه هو، واطاحته على احدى الجزر مجازا. تمام. لما جه تواجد على الجزيرة هنا لقى ان هو اشبه ان نجي، فابتدى يشوف الامر ان هو من دونا عن كل زمايله هو الوحيد اللي نجي. فابتدى ان هو ينعم بالفواكه اللي موجوده، فهو بيطلع احدى الفواكه وجد ثعبان ضخم جدا طلع له. وهنا الاجانب لما بيترجموا الامر ما بيحبوش يربطوه باي من المواضع اللي هي فيها المفهوم الضمني بتاعه، بيسطحوه يعني يبقى مجرد روايه اسطوريه خرافات وما شابه. لا، لما جينا حللنا الجوانب تبين لنا الفكره اللي هو عايز يقصدها له هنا. لقينا ان الثعبان تحدث ليه، فطبعا ده مش منطقي، بس يبقى كده فهمنا ان هو عايز يوحي بفكره ما. فما تحدث ليه قال له اتيت الى هنا احكي لي او ابلغني عن ما تم. فقام ذاكر له القصه بتاعت ان هو الوحيد اللي نجي من السفينه. فطبعا قبلها الثعبان قال له احكي لي، فهو امتنع عن الحكي للامر اللي هو ذكره ده. قال له ما تخافش مني. هنا بقى هنقف عند الحته دي، ما تخافش مني، لان الاله الذي جعلك تنجح او تاتي الى الجزيره دي اعطاك منحك الحياه. يعني اللي جابك هنا مش هيتركك مجازا، هو كده اعطاك الحياه. فهنا كان اول مؤشر ان ربنا بينجي شخص مش بايد الشخص ده ان هو ينجى او لا، ان لما وضعك في موضع تاني لازم تؤمن ان انت ما كانتش فراسه منك، ولا كان هو صحيح. مثلا يعني بنصيبك مثلا، او نقول عليها صدفه ان انت اتيت الى هنا. فاداله اشبه بالحكمه اللي احنا عايزين نصل ليها، ان عايز يقول له ان في قضاء وقدر او محتم ان انت هيحصل لك مجازا. فقال له انت تواجدت هنا، بس قال له طب ما انا بعيد عن اسرتي. قال له اصبر وتروى، اللي هي بيديك الجانب الثاني، ان لو مريت بازمه انت في معيته، وهو نجاك ان ما انت ما غرقتش. فانت هنا ما تكفرش مجازا، لا كمل واصبر، اللي اداك ده هيديك وهيرجعك. وقال له ستعود الى منزلك وتحتضن ابنائك وتقبل زوجتك وتعود الى ارضك او لبلدك. يعني هنا التصور كان ايحائي كامل للجزئيه دي، ان لو الانسان مر ده ازمه ان هو كان حياته هتنتهي. فنفس الامر. طيب ده من مواضع برضو فكره ان هو كان مجبر على حاله، وفي نفس الوقت يعني الحاله دي تبقى خير ليه. فده فكره الايمان بالقضاء والقدر بقى اللي احنا بنوصفها في جانب محدد. موضوع برضو يا دكتور اسلام موضوع يعني متشعب قوي يعني. طبعا. طب في نقطه اخرى، الموت. ماشي، ذكرها قولا صريحا تماما. مش كده بس، في نص بيحضر للموت، بيحضر للمقبره، بيحضر كل حاجه بالظبط. في نص خاص بالحكيم آني بيتحدث بيقول انه ليس شيئا باطل على ان الشخص يبني لنفسه قبرا، ولكنه شيء جيد ومستحب. فالانسان ينتظر الرسول او الموت، وعندما ياتي الموت لابد عليك ان لا تنفر منه ولا تجادله وتتحدث انك صغير السن عليه، فقد اعطى لك الاله حقك.
يعني هنا التصور ده كامل. كده يعني وبيكملوا المتن بيقول له ايه؟ اه يعني انت بتتكلم عن ان انت سنك لسه في الشباب نفترض، وما وصلتش للسن اللي انت بتختاره، فبيديله بيرد عليه بيقول له ايه؟ ان الموت ياتي للصغير الذي يرضع من صدر والدته، وياتي للكبير الذي وصل لمرحله الكهوله. فانت ما تبقاش رؤيتك ان انت ايه. طب ما هو بيجي لسه الرضيع الصغير جدا لحكمه يعلمها المولى، يبقى انت مجبر هنا. يبقى تقبل الايه اللي انت ايه مسير للامر ده، تقبله. يبقى دي تقبل لفكره اخرى متعلقه بايه؟ بالموت، زي ما قلنا ان مشهد مر بيه كفكره النجاه من امر ما، او المصيبه اللي وقع فيها اللي هو الملاح الغريق مجازا او الناجي. وفي نفس ذات الوقت ايه فكره اصعب من كده هي ايه؟ تقبله للموت، اللي ممكن يبقى هو ايه نفسه يعيش اكتر من كده. هو بيعمل المقبره بتاعته مجازا، بس بيصل فيه ايه؟ ان ممكن النفس البشريه تجبره عن ان انا نفسي اعيش اطول فتره ممكنه، بعمل كل السبل، انما ده مش بارادتك انت. طيب في ذات الوقت برضو لو جينا انتقلنا لجانب اخر، فكره الاختيار، لان احنا بنقول احنا الاتنين معا مجازا. طب الاختيار ربنا ترك لك في متون قرآن كتير وصفها ان انت حتى وان اخترت مجازا، هتبقى الامر ايه؟ بقرايه او بمعيه المولى ولا خفاء عليه. يعني كل حاجه ربنا عالمها حتى، وترك لك الاختيار ده عشان يقدر يديك الايه؟ الثواب والعقاب، او يفصل ما بين الجانبين. طب ده ظهر في مصر القديمه، ظهر في مواضع عده، في ان ممكن شخص نفترض يجبر على حاله معينه، زي ما حصلت مثلا في احدى القصص بتاعه سنوحي او صانهة مجازا باللغه المصريه القديمه قبل ما يتم تحريف الاسم. وده كان بعد مقتل الملك نمحات الاول في الدوله الوسطى، ومن ثم كان سنوحي هو وولي العهد سنوسرت موجودين في اقصى ليبيا في احدى الحملات، فسمعوا الخبر. سنوسرت رجع عشان يشوف الامر الخاص بوالده بعد اغتياله، وسنوحي هرب وصل لسوريا مجازا وقعد هناك فتره طويله. هنا كان ايه؟ في امر طبعا مش يعني مبهم، يا ترى ايه اللي خلاه يهرب؟ هل كان مشترك في الامر الاغتيالي ولا لا، ولا خاف على حياته؟ الله اعلم. الامر هنا غامض في البرديه، ولكن هرب. فكان هروبه باختياره. تمام، واضح كده؟ او هنقولها بقى ان كان مجبر او في حاجه دفعته ان هو يهرب. طيب لما راح هناك بقى مجبر ان هو يعيش هناك في صوره ان هو اللي مختار ده، او هو اللي معتقد ان هو اللي هرب. طب بعدها ظهر لنا ان هو ايه؟ بيعمل او بعت خطابات عديده للملك سنوسرت الاول، يقول له ان انا نفسي ارجع اتدفن في بلدي. فبقى اصبح الامر عنده ايه؟ رغبه لشيء ما، فبقى في اختيار للامر ده وتمله في الاخر. ففي ظروف معينه انت بتبقى مجبر على فعلها، او القدر هو اللي تسبب لك. وحتى هو اللي خلينا اقول ده ليه؟ لانه هو اللي قالها بلسانه. قال لك ان انا لما هربت لسوريا هذا كان القضاء والقدر. يعني هم موضحينها في كل حاجه، موضحينها يعني مباشره كمان، ان انا اعيش بره بلدي. وبعدها الاختيار بقى متاح ليه ان ممكن يرجع من تاني. ده قياسا على مواضع عده طبعا لفكره ان الانسان مجبر ولا ان هو مسير او لا، مسير ولا مخير مجازا. وده يمكن الامر ده تعدد بصوره كبيره جدا في مواضع كتيره جدا من عدد من الحكماء، سواء بتاع حطب، كاجمني، ايمن ايبت، عدد كبير جدا من الحكماء ذكروها قولا وتفسيرا. حتى كان يقول له حاول ان انت ما تنتبهش لجمع الثروات المختلفة، ولا تفكر بالافكار الخارجية، بل اقبل بنصيبك وقدرك. واضح كده؟ وحتى يقول له ما تحاولش ان انت تتدخل او بسبب بنقول تكتسب شيء بدون وجه حق من اجل زيادة الدخل في دفاترك، لان ذلك سيدنس او يعيد تدابير الاله. يعني هنا بيقول له ان ما تفكرش ان انت تتحايل على رزق غيرك، لان ده مقدر لك. انت ربنا مقدر لك الرزق بتاعك حبة صغيرين بالحجم ده، يبقى انت تأمل ان ربنا يزودهم لك. ما تفكرش انت تعدى على غيرك، لان ما فيش حد هياخد اكتر من رزقه. صحيح. هو ده الوضع. الحكيم ايمن ايبت يمكن كان قريب جدا من الافكار اللي هي الدعوة للخير والنهي عن المنكر وما شابه يعني. وده ودانا ان حتى مش بس كده، ان كان في تعددية، حتى ان ممكن اللفظ اللي بنقوله تغيير القدر، ان الدعاء زي ما بنقولها بيغير القدر. صحيح. وده ظهر في مصر القديمة. صحيح. يعني يمكن كان هو الشق الاساسي في كتير جدا من المواضع، سواء للمرض،
او ممكن نقول لعرقله في العمل. كانوا ان هم بيتوسلوا للاله باكتر من متن، وده لقيناه كتير جدا في افكار في عهد عدد من الملوك وبرضه الحكماء اللي تناولوها. بالاضافه استخدام السحر، ويمكن السحر كانوا بيعتبروه ان هو امر يعني ممكن نقول اللي هو السحر الابيض، اللي هو القايم على التحليل النفسي للشخص، ان الشخص بيروح يشتكي للساحر او اللي ربنا اداله قدره على فكره انه ازاي يعالج المشكلات، لان الساحر ده بيبقى زاهد النفس مجازا، ملوش اي يعني احتياجات في شيء ما سوى ان هو يعالج او يعمل اتزان للكون. فبيبتدي ان هو يطلب من الشخص ان يبيح ليه بكل اسراره وكل تفاصيله، وعلى هذا النحو يقدر يطلع له الشيء اللي بيؤرقه. او انت مشكلتك في شغلك، طب انت ايه الدنيا وقفت، فيحاول يساله عن بعض الجوانب اللي تخليه يبقى عنده فكره يساعده بيها ويبقى دعم ليه. يعني اشبه بمحلل نفسي، هو ده السحر الابيض مجازا او الايه السحر الابيض. في شق اخر كان بيبقى موجود اللي هو الناس اللي تغفلت عن اتمام الادوار السويه للسحر، اللي هي السحر الاسود مجازا كما هو معروف. ودول اللي ممكن ايه يبقى حد عامل لك عمل بوقف الحال، عامل لك عمل بالسيطره على النفس الانسانيه، انا مش عارف هي الحسد مجازا وما شابه، ده كان متاح ايضا. فكانت فكره استخدام السحر بالصوره ديت وتحليل النفس الانسانيه بالكامل بيقدر يعالجه ويطلع له فكره يقدر ايه يطور بيها من حياته مره اخرى ويخرج من الازمه اللي هو فيها. بجانب ان كان ممكن زي ما ذكرنا اللي هو طبعا في الصوره الاساسيه بيلجا الى الدعاء، وده ظهر في متون عده كتيره جدا متعلقه بان هو ازاي بيتجلى للاله عشان يغير قدره. يعني هي ظاهره في كل حاجه، انا شايفاها كده في كل مناحي حياته يعني. وده اللي بيأكد ايه من التصور اللي احنا بنقوله والقدره الايمانيه اللي كانت اساسنا او هي اوريدي انصياعنا للعقيده الايمانيه بتاعتنا سواء في الاسلام او الانجيل او التوراه، كانت قائمه على فكره ان الشخص يبقى عنده ايمان بايه؟ بقضاء المولى عز وجل. والمصري القديم في كل الافكار اللي احنا بنقولها دي فكره حتى البعث مره اخرى او وجود حياه ما بعد الموت الاولي، كان موضعها ان هو مؤمن بقضاء المولى عز وجل سواء في دنيته او في الحياه الاخرويه. ما عزلش الامر ده بالتحليل النصي في عدد من المتون المختلفه. هنجد تشابه ليس عمد مننا، تشابه في كل المتون اللي في القران، تشابه في بعض الجوانب اللي حتى في التوراه قبل من ذلك، في الانجيل ايضا. يعني ما فيش، لان الفكره عقيده لا تتغير، التعبير عنها اتى بموضع اخر بقى ودساتير معينه وثقتها او حللتها. انما ده اللي بياكد لنا ان المصري القديم ما كانش شخص ملحد بالمعنى، ولا شخص ان هو كان بعيد كل البعد عن الفكره الوحدانيه اطلاقا. دي ظهرت في مواضع عده وما تغفلش عنها، بل وثقها في توصيات في الدنيا. يعني الامر مش قايم على ان زي ما الناس بتقول دي مجرد اساطير وهميه اطلاقا. حتى في التصور بتاع من ضمن اساطير القراع اسطوره هلاك البشريه، يعني عشان تفاصيلها كتيره شويه، بتتكلم حتى ان هو لما خاطب البشر قال لك ان هنا كان بيتكلم كانه البشر تعدوا على سلطه الاله، باعتبار ان عايز يقول لك هنا ايه ان في ناس للاسف الشديد في الدنيا حتى بتبقى بتنصاع لشرور كتير جدا وبتعمل مصائب او مرتكبات من الفواحش او الكبائر. فده اشبه حاطين الفصيلين مجازا. الحقيقه يا دكتور اسلام انا كنت متوقعه ان احنا هنلاقي مناحي قليله قوي في فكره القضاء والقدر في حياه المصري القديم، لكن واضح ان كل مناحي الحياه هي كانت ايمان بالقضاء والقدر. بشكرك جدا جدا يا دكتور، نورتنا، وان شاء الله في انتظار موضوع جديد ومختلف برضه وفي جدل كده زي الموضوع ده. شكرا جدا يا دكتور.